انهي نموذج من الثلاثة دول لو انا اديتهم فكرة فيديو وقلت له حابب ان انت تحول لي فكرة الفيديو دي لوصف، اقدر اني انا انسخه واروح اصنع بيه فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي. يا ترى انهي احسن نموذج يقدر يطلع فكرة الفيديو دي او يعمل الفيديو ده باحسن شكل ممكن؟ ده اللي النهاردة ان شاء الله هتكلم عنه في الفيديو ده. وفكرة الفيديو ده بالفعل جات لي من تعليق جالي على الفيديو الاخير اللي نزلته عندي على القناة. اتكلمت عن اللي هو جوجل فيو 3.1 وعملت بينه وبين اللي هو صورته مقارنة، وبالفعل كان في تفوق واضح للي هو الفيو 3.1 الخاص بجوجل. وقلت بقى خلاص انا كده اتكلمت عن كل شيء، لحد ما جالي تعليق الصراحة عجبني جدا. هما تعليقين مش تعليق واحد. اول تعليق وهو من يوسف جالي برضو على الفيديو ده، بيقول لي فكرة كوب القهوة رائعة والكلام ده كله، بس انت كتبت البرومت عادي والكلام ده كله. وعندي برضو التعليق اللي هو بتاع امجد، قال اول شيء لا تستخدم ديب سيك في الوصف، لان انا استخدمت ديب سيك عندي ان هو يديني الوصف او البرومت، يعني افضل ذكاء اصطناعي للوصف هو كلاود. فقلت قشطه خلاص انا هعمل الفيديو ده، وربنا يكتر يا رب من افكاركم وتعليقاتكم، لان بالفعل بتديني افكار حلوه الصراحه اجربها معاكم. فالنهارده هنعمل بقى مقارنه ما بين الثلاث نماذج دول، انهي احسن نموذج بالفعل اقدر ان انا اديله فكره الفيديو اللي في خيالي بشكل مثلا يعني مفصل، وهو يحولها لي لبرومت، وانا اقدر استخدم البرومت ده واعمل بيه فيديو. انهي بقى نموذج هيقدر يعمل الكلام ده؟ خلينا نجرب. واول حاجه هنبدا بيها يا سيدي جيميناي. كون ان جيميناي مجاني فانا هستخدم جيميناي. هروح هنا عندي على جيميناي زي ما انت شايف، هديله الوصف. طيب ايه هو الوصف يا سيدي؟ زي ما انت شايف اكتب لي وصف فيديو انا حابب اني اعمله بالذكاء الاصطناعي، وعايز الوصف يكون على هيئة فقرات عشان اقدر انسخه، ويكون فيه تفاصيل كتير عشان يطلع مشهد كامل متكامل كأنه سينمائي بالظبط، ويكون الوصف باللغة الانجليزية. عندي هنا الوصف: رجل يجلس في بلكونة او شرفة ويعطي ظهره بزاوية ناحية الكاميرا وهو يحتسي فنجان القهوة، وهذه الشرفة في منزله بها الزهور وبها الخضرة والنباتات، وهو يرفع فنجان القهوة نحو فمه ليحتسي القهوة. الكاميرا تعمل زوم ان على القهوة ليظهر انعكاس داخل القهوة. اثناء ظهور انعكاس داخل القهوة وهو يحتسي في الشرفة، يحدث انفجار نووي كأنه يرى. خلينا كأننا نرى، مش يرى بقى، نرى، ولكن كل هذا يكون في انعكاس القهوة وهو يشربها، ويحدث دمار ويتحول كل شيء إلى، أنا قلت خراب، مش الكلمة دي تمام، مش لا خراب نسيت اكتب البي. شفت البي تعمل ايه؟ وكل شيء يعني يتحول الى خراب دلوقتي، مش تمام. كل هذا داخل انعكاس هذه القهوة. ثم الكاميرا تعمل زوم اوت لنرى انعكاس ما حصل في القهوة أصبح في الحقيقة، ويسقط الفنجان من يديه بشكل درامي، والكاميرا في مشهد آخر يتتبع فنجان القهوة وهو يسقط من يديه في سلو موشن. خد راحتك في التخيل وكتبت الوصف. ده الوصف يا سيدي اللي أنا هعتمده. دلوقتي هدوس انتر وهاخد بقى دلوقتي عندي اللي هو الوصف زي ما انت شايف. طبعا هنا اداني الوصف، اقدر ان انا ابحث او انسخ زي ما انت شايف. نسخت عندي الوصف زي ما هو. اروح بقى دلوقتي رايح عندي على اللي هو فولو زي ما انت شايف، مشروع جديد، واقدر دلوقتي بقى ان انا اضيف عندي النص ده. اقدر حتى كمان ان انا اغير عندي الستيب مثلا عشان يكون في مساحة يفهم ان دي على هيئة فقرات. اديله انتر واشوف دلوقتي هو بالفعل هيعملها ازاي. فخلينا نشوف. اول وصف خلص، تعالى دلوقتي نجربه او نشوفه. ماشي يعني تمام، لا بأس به. فخلينا نجرب التاني بقى يا سيدي، وهنجرب عندنا شات جي بي تي. هنسخ عندي نفس الوصف من اللي هو جوجل، واروح هنا عندي على شات جي بي تي واديله يا سيدي الوصف، وهشوف دلوقتي هيعملها ازاي او هيديني الوصف عامل ازاي. يعني انا شفت ان جوجل مديني الامور اكثر تعقيدا، فالوصف هنا بتاعه مش كبير قوي، بس ماشي. دلوقتي نروح عندنا على فولو، وده عرفنا من شات جي بي تي. دلوقتي نحط الوصف ده، وبرضه نفس الفكرة، اختار عندي واحد اللي هو 3.1 فاست، وادوس عندي انتر وانتظر واشوف. تعالى بقى دلوقتي نشوف وصف شات جي بي تي. وحاسس ان شات جي بي تي الوصف بتاعه في البداية كده شبه اللي في خيالي، فتعالى نشوف. ايه ده
لا مش خالي خالص، ده ما جاش ربع حتى. هو ما زال دلوقتي جيميناي، يعني نقول لو احنا جينا اتكلمنا الصراحه نقول جيميناي متفوق، يعني مش اللي في خيالي خالص، بس يعني احسن من ده بكتير، احسن من شات جي بي تي بكتير. طيب خلينا بقى دلوقتي نجرب كلاود اللي نصحنا بيه امجد في التعليقات ونشوف. انسخ هنا عندي نفس الوصف، اروح هنا عندي على اللي هو كلاود، واجرب دلوقتي واشوف. انا كلاود ده ما بستخدمهوش، يعني بص بستخدمه مره كل 100 سنه حقيقي. يعني انا كلاود ده بص من ساعه ما انا فتحت عليه حساب، والله من ساعه ما فتحت عليه حساب دول فقط 3 رسائل بيني وبينه. يعني شوف انا بقول لك استخدامي لكلاود معدوم. يعني ناس كتيره بتقول لي عبد اللطيف انت ليه ما بتتكلمش على كلاود؟ انا استخدامي على كلاود معدوم تماما، ما بستخدمهوش خالص 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 خالص. يعني بقول لك من ساعه ما انا فتحت عليه حساب، من بدايه الذكاء الاصطناعي، من بدايه يعني ايه ذكاء اصطناعي ظهر، شوف 3 رسائل بيني وبينه، 3 محادثات ولا اكتر ولا اقل. شفت انا استخدامي عليه يعني شبه معدوم، مش ده معدوم اصلا. عموما يعني تعالى بقى دلوقتي نضيف الوصف ونشوف هيطلعه ازاي. هستخدم عندي اللي هو النموذج ده ونشوف. انا فعلا ما بتكلمش على كلاود خالص خالص، فعلا عمري ما استخدمت كلاود في مشروع او في حاجه في حياتي او حتى سؤال، الا حاجات بسيطه جدا 3 مرات ودي الرابعه معاكم اهي. فنشوف هيطلع عامل ازاي. طيب انسخ عندي الوصف زي ما انت شايف، وادوس نسخ واروح هنا عندي واحط الوصف وبس. الوصف هنا فعلا كبير جدا، اكبر حتى من جيميناي. اجرب بقى دلوقتي. تعالى بقى دلوقتي نشوف يا سيدي كلاود عامل ازاي. خلينا نشوف. طيب الصراحة هو أفضل من الاتنين اللي تحت بأمانة. يعني أنا بص خلينا بالترتيب. يعني أنا بقول لك والله أنا عمري ما استخدمت كلاود دي. أنا حتى وريتك إن هو رابع مرة في حياتي أستخدم كلاود. شفت أنا قد إيه فعلا ما بستخدموش، دي رابع مرة أهو. يعني أول مرة أنا استخدمته كانت سنة كام؟ والله ما عارف أنا أول مرة استخدمته كانت سنة كام. حتى الرسائل مش محفوظة يا راجل بسبب إن قديم جدا. يعني شوف قديم جدا، مش عارف اجيب داتة اول رسالة بيني وبينه للأسف يعني. بس شوف من امتى. فالصراحة لو احنا جينا رتبناهم، كلاود رقم 1. يعني انت شوف، تعال نشوف يعني 3 مع بعض تاني اهو. ده كلاود اللي بالنسبة لي انا شايف ان هو رقم 1. يعني الوصف، الشكل، الراجل بتاع حلو الصراحة. يعني اما كنتش الصراحة كلاود رقم 1 تمام. عندي رقم 2 جيميناي. شايف ان هو بالفعل برضو احسن، او خلى الشكل تقريبي شوية من شات جي بي تي تمام. فجيميناي كويس قوي. يبقى رقم 2 جيميناي. رقم 3 شات جي بي تي. معرفش ايه ده الصراحة اللي هو عمله. فانت رايك، انت شايف اني ترتيب احسن؟ انت شايف اني ترتيب احسن؟ قول لي. وبس ده كان الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم والفكره عجبتكم. ما تنساش بقى تشترك في القناه، تفعل الجرس، تعمل لايك للفيديو لانه بيساعد. اشوفكم على خير باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.